عرفتوا هذا اللي راه تحت حمايه امنيه مشدده؟ على بالي 95% فيكم ما يعرفوش. تبعوا معي الفيديو وغادي نفهمكم. صحابي ما تقولش راح يجري معاهم. جيت اليوم علاش كان في خاطر هذا كاتب تاعي مفضل مثالي، ما عقلكش عندنا بغي من الصباح ندي في الضرب غير ما نتصور معاه. كما تبعتوا في الفيديو هذا الشخص جاو له الناس من كل بلاصه من البلاد باش يشوفوه يتصوروا معاه يسني لهم دي زوتوغراف. بغيف هذا السيد انا ما كنتش نعرفه حتى قعدت نبحث عليه كي شفت هذوك لي زيموت والغاشي لي جون كطريه مشغوفين ويسقاروا فيه افيك امباسيونس. هذا كاتب وروائي سعودي يعني عاش في الامريكان ومن بعد دخل العربيه السعوديه وراه يكتب روايات فيهم يعني الفانتازيا وواحد الخيالات وواحد التصورات وتاع واحد العالم يعني مانيش عارف انا فانتيزي. على كل حال انا ما قريتلاش الكتب تاعه باسكو جو سوي با اتيري باغ سي زيستوار. عندي زوج ملاحظات. الملاحظه الاولى حاجه تفرح كي تشوف شباب جزائري يهتم بالكتاب والروايات ومازالوا يقراوا الكتوبه والروايات ويتبعوا المثقفين وليزانتيليكتويل. هذه حاجه تفرح ومليحه تعرف بلي البلاد والشباب راهم بخير. لأول مرة نشوف في الجزائر الناس دير هاد ليموت على خاطر كاتب ولا انتيليكتويل. موالفين غير يجي كاش واحد مطقطق تيك توكر ولا تيك توكوز من هادوك اللي ينشروا الرداء او الرذيلة. ودروك الحمد لله صافي بليزير. الملاحظة الزوجة موالف نشوف انا توجور كي يجيو براوية من الخارج ولو كانوا اخواننا عرب بصح كي يجيو الجزائر يديروا لهم هاد الشان والقيمة يعني على الشباب. بورتون عندنا الكتاب بزاف والمثقفين في الجزائر بصح واحد ما دايها فيهم وهذه فريمون سي دوماج. السلام عليكم.